الدخول في البرنامج أحب أن أعلق على رسالة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الفلسطينيين ينتقد فيها مشايخنا وعلماءنا المجتمعين حاليا في الجزيرة الديمقراطية من أجل غزة وفلسطين. وتناول هذا الأخ غفر الله له مشايخنا بسوء، وذكرهم بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ودفاعا عن هؤلاء المشايخ وصدعا بالحق أقول أن هذا الأخ جانب الصواب وغفر الله له، وأنه أساء الأدب مع العلماء. هؤلاء العلماء أمرهم الله عز وجل أن يصدعوا بكلمة الحق. قال الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهؤلاء المشايخ بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، نحسبهم الله حسيبهم، وذكروا واجبات الأمة حكاما ومحكومين وماذا يجب عليهم، وأيضا أن المسؤولية على الجميع، وأن حكام المسلمين مقصرين في هذا الجانب، وأن الله تعالى سوف يحاسبهم. كذلك ذكروا الشعوب أنه يجب عليهم أن يكون لهم واجب مشرف وواجب ديني تجاه إخوانهم في غزة وفلسطين. هذا هو الواجب الذي يجب على العلماء، أن يبلغوا رسالة الله وأن يكونوا واضحين مع الناس. وأما الخارج عن هذه الأمور فهؤلاء العلماء والمشايخ ليسوا بقادة عسكريين ولا هم أمراء على جيوش عسكرية حتى يأمروا الجيوش فتقوم بمحاربة الصهاينة. هذا ليس في أيديهم، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولقد رأيت من هؤلاء المشايخ والعلماء من عرض بيته وأمواله للبيع من أجل أن يساهم في إغاثة أهل غزة، سمعت هذا بإذني. ووجدت أيضا منهم من أقام المؤتمرات وجمع في المؤتمرات من 2 إلى 3 ملايين دولار تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى تجاه أهل غزة. ومنهم من صدع بالحق فتكلم وأفتى بفتاوى خطيرة، كأن من لقي أي صهيوني في أي بلد عليه أن يقتله. هذه الفتاوى الخطيرة التي فيها خلاف فيما بينهم، من العلماء من أفتى بهذا ونشر فتواه. فهذا الفلسطيني بصراحة تجاوز الأدب على العلماء والمشايخ. هؤلاء العلماء مجتمعين حاليا في هذه الجزيرة من أجل غزة ومن أجل فلسطين حتى يخرجوا بحل لعل الله تعالى أن يكتب الخير. هذه الأمة بحاجة إلى دعاء، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، فهذا الله عز وجل عمر بن الخطاب فعز المسلمون بعد ذلك. واليوم نحن بحاجة إلى دولة تعلن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، تعلن بجيشها ورجالاتها وشعوبها باتجاه الصهاينة، ولعل ذلك أن يكون قريبا، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر المقادير. وهؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا كأمثال الشيخ العلامة علي محي الدين القرداغي الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، والدكتور الأستاذ الدكتور عصام البشير، وكذلك أيضا جميع الطاقم التابع لاتحاد علماء المسلمين، بالإضافة إلى شيخنا وحبيبنا الدكتور العلامة محمد الصغير والشيخ العلامة محمد الددو. هؤلاء أئمة الدنيا اليوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قدر المستطاع، ولو فتح لهم المجال ليكونوا في مقدمة المجاهدين لكانوا. هكذا نحسبهم والله حسيبهم. فالواجب على الإنسان أن يتأدب مع العلماء وأن يذكرهم بخير. وفي حين هناك
الملايين من العلماء في أنحاء العالم لم نرى لهم أي تقدم، ولم نرى لهم أي فتوى، ولم نرى لهم إلا السكوت والخضوع والخنوع إلا من رحم الله. منهم من هو معذور ومنهم من هو غير معذور، لكن هؤلاء الناس الذين يتحدثون دفاعا عن غزة، وإن أنسى فلا أنسى العلامة البروفيسور علي أرباش وزير رئيس الشؤون الدينية في تركيا، الذي لطالما يدافع عن غزة وفلسطين في الصحف، في لقاءات وبيانات الصحفية ومواقف عديدة، ولا يتأخر عن تلبية المؤتمرات التي تدعم غزة وفلسطين. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو وسعها، هذا وسعها. بلا شك على العلماء أيضا أن يتقدموا، أن يبذلوا قصارى جهدهم ويتقدموا في سبيل إيجاد الحلول، ويضغطوا على الحكام والشعوب حتى تخرج الأمة من هذه الأزمة. لا يكفي ما يقومون به، هذا صحيح، ولكن أن نقول أنهم علماء وعمائم فقط، وأنهم علماء سلاطين، أو أن نصفهم بما ليس فيهم، فهذا والعياذ بالله حقيقة منذر سوء. فإذا أسقطنا العلماء فمن الذي سيدافع عن هذا الدين؟ لذلك فلنتقي الله ولنحافظ على ألسنتنا، فإن هؤلاء المشايخ يقومون بواجبهم، هكذا أحسبهم والله حسيبهم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يحفظهم لنا، وأن يرفع درجاتهم، وأن يقويهم، وأن يهيئ لهم من ينصرهم، كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. والآية الكريمة: واجعل لي سلطانا نصيرا، الآية التي يعنيها واجعل لي سلطانا نصيرا. ونسأل الله تعالى أن يجعل لهؤلاء العلماء الباذلين سلطانا نصيرا من الحكام والجيوش الإسلامية. عسى الله أن يهدي جيوشنا الإسلامية لما فيه نصرة الإسلام والمسلمين، وأن يشرح صدور قادتنا من الجنرالات ومن الألوية ومن الجيوش بمختلف رواتبهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يسخرهم. حقيقة هذه حقيقة لا بد منها، أن هؤلاء الجيوش إن لم يهديهم الله ويشرح صدورهم ويشجع حكام المسلمين للجهاد، فلن تقوم لهذه الأمة قائمة. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وهو القائل سبحانه وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. فمن الذي شرح صدور الأوس والخزرج أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفدوه بأرواحهم وأنفسهم، وأن يسخروا بيوتهم وأراضيهم وأموالهم رخيصة في سبيل؟ من الذي شرح صدور؟ ليس هو الله، إنه الله عز وجل. واليوم نحن بحاجة ماسة أهل غزة أن يدعو الله لهذه الأمة. لماذا أهل غزة حصرا؟ لأن أعتقد أن أبواب الدعاء مفتوحة لهم وأنهم قريبين. ولذلك رسالتي لأبي عبيدة من هذا المنبر أن أطلب منه أن يدعو الله لهذه الأمة، ويدعو الله للعلماء أن يمكنهم وأن يهيئ لهم سلطانا نصيرا، كما في الآية الشريفة: نحن بحاجة إلى دعائكم ولستم أنتم بحاجة إلى دعمنا. أنتم القريبين من الله يا أبا عبيدة، أنتم القريبين إلى الله سبحانه وتعالى. فادعوا الله عز وجل أن يمكن لهذه الأمة، وأن يشرح صدور الحكام الذين فيهم خير. أما الظلمة فنسأل الله تعالى أن ينتقم منهم، وأما من علم الله عز وجل في علمه الأزلي سبحانه وتعالى أن يهديهم، فنسأله أن يعجل بهدايتهم، وأن يسخرهم مجاهدين في سبيله كصلاح الدين الأيوبي ونرزون الزنكي وموسى بن نصير وطارق بن زياد، وليس ذلك على الله بعزيز. هذه نصيحتي لإخواني الفلسطينيين، أن يحفظوا ألسنتهم خصوصا عن العلماء العاملين، جزاهم الله خيرا. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والآن ندخل إلى حديثنا ودرسنا فيما يتعلق ب باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما هو ظاهر في الشاشة أمامكم:
حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. هذا الحديث تابعه عثمان بن المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوهم. وذكره الإمام البخاري في عدة أبواب، منها قال كتاب الجنائز باب فضل اتباع الجنائز، ومنها كتاب الجنائز باب من انتظر حتى تدفن. ورواه مسلم أيضا في كتاب الجنائز باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. كذلك رواه مسلم أيضا في باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. كذلك أيضا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. وكذلك أيضا رواه في عدة أبواب، وذكر هذه الأحاديث مرارا وتكرارا تحت هذا الباب فصل الصلاة على الجنازة واتباعها. ورواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب فضل الصلاة على الجنائز. كذلك أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنائز. كذلك أخرجه الإمام النسائي بعدة طرق في باب ثواب من صلى على الجنازة، ثواب من صلى على الجنازة. وكذلك أخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في باب ثواب من صلى على جنازة. كذلك أخرجه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن عمر ومسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم، وأيضا بسنده بعدة طرق. هذا تخريج الحديث، والحديث له شواهد أيضا، وللحديث له شواهد كذلك عند مسلم وعند النسائي. عند مسلم من حديث مولى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند النسائي من حديث البراء بن عازب، وكذلك عند النسائي من حديث عبد الله بن مغفل، وأيضا عند ابن ماجه من حديث ثوبان، كذلك عند ابن ماجه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك في مسند الإمام أحمد من مسند عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك في مسند سعيد الخدري أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهكذا أيضا في مسند عبد الله بن مغفل، وفي مسند أيضا البراء بن عازب رضوان الله عن الجميع. هذا هو تخريج الحديث النبوي الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أما مناسبة هذا الحديث لكتاب الإيمان فظاهر، فإن من الأعمال الصالحة الصلاة على الجنازة، ولا يمكن أن يقوم الإنسان بترك عمله فيذهب ويقف على جنازة أخيه المسلم دون أن يكون هناك أي مصلحة دنيوية، إلا إذا كان في قلبه إيمان بأن الله تعالى سيأجره على ذلك، وأن هذا سيثقل موازينه. فمن هنا أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الإيمان، مستدلا على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد بالجنان، فلا يكفي الاعتقاد بالجنان وحده، ولا يكفي القول وحده، ولا بد من العمل. وهنا يعني هذا المثال الذي ذكره الإمام البخاري انطبقت عليه الأمور الثلاثة. فالمؤمن يعتقد بأن الله سيأجره إذا صلى على أخيه المسلم، هذا الاعتقاد جره إلى أن يخرج من بيته باتجاه الجنازة في المسجد، فوقف وكبر، وهذا هو القول كبر وقال اللهم
اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، بدأ يدعو لهذه الجنازة كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما سيأتي معنا. ثم بعد ذلك عمل فرفع الجنازة وأخذها إلى المقبرة وانتظر حتى تدفن. إذن اعتقد بأن له الأجر، ثم قال وتحدث بلسانه، ثم عمل بجوارحه. فبين رسولنا الكريم في هذا الحديث نوع الأجر والثواب وحجمه عند الله عز وجل. وتخيلوا إخواني كيف أن الصلاة على الجنازة جعل الله عز وجل فيها أجرا عظيما جدا 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 لا يتخيل عظمته إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول من اتبع جنازة مسلم، أي مسلم؟ الله الله، ما أعظم هذا الدين، أي مسلم، سواء كان مسلما إخوانيا أو كان مسلما سلفيا أو كان مسلما أشعريا أو كان مسلما مبتدعا صوفيا أو كان مسلما من أي المذاهب كان، طالما هو في دائرة الإسلام فينطبق عليه هذا الحديث، طالما هو في دائرة الإسلام. أرأيتم يا معاشر الأحزاب، يا معاشر التوجهات والأفكار، أرأيتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق لا بين إخواني وسلفي وتبليغي وصوفي وأشعري وسني، ما فرق عليه الصلاة والسلام، وجعلهم كلهم في دائرة الإسلام والمسلمين. فقال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وهذا هو الإيمان، الاعتقاد بالجنان. قال وكان معه حتى يصلي عليها، يعني يقف فينتظر حتى تغتسل هذه الجنازة ثم يقف فيصلي عليها. ثم قال ويفرغ من دفنها. ماذا له من الأجر يا رسول الله؟ قال فإنه يرجع من الأجر بقراطين. وما هو القراط؟ قال كل قراط مثل أحد. وما هو أحد؟ أحد هو جبل عظيم في المدينة المنورة، طوله 7 كيلو وعرضه 1000 كيلو ونصف، 1500 متر، كيلو ونصف، وارتفاعه شاهق جدا يصل إلى 1500 قدم إن لم تخني الذاكرة. هذا هو جبل أحد، انظروا كيف يزن. وهذا الجبل الحقيقة هو جبل من جبال الجنة كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا الجبل هو من الجبال التي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب المؤمنين، فقد صعد عليه ذات يوم رسول الله فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فهذا الرسول الكريم وأبو بكر صديق والشهيدان عمر وعثمان قد صعدوا جميعا على جبل أحد فارتج بهم فرحا. إذن هذا الجبل العظيم هو جزاء من يصلي على جنازة. الجزاء بمعنى ميزان الجزاء وعظمه يصل إلى درجة مثل أحد ذهبا. هذا الجبل لو أخذناه من مكانه بجذوره وارتفاعه ثم وزناه، يا ترى كم سيزن؟ يا ترى كم سيكون وزن هذا الجبل؟ ولذلك نحتاج إلى علماء الجيولوجيا حتى يضرب لنا أسداس في أخماس ويخرج لنا وزن هذا الجبل في موازين الدنيا، وما لا ندري موازين الآخرة كيف سيكون. ولكن هذا النبي الكريم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقول فإنه يرجع بذلك بقراطين كل قراط مثل أحد، مثل أحد. إذن الأجر عظيم جدا وثقيل، ولذلك احرصوا إخواني على أن تصلوا على جنائز إخوانكم المسلمين. هذا
وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على معظم الصحابة الذين ماتوا في المدينة المنورة، وقد أحصيت بعض من صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة لم يرد في المصادر الموثوقة في الكتب الستة وغيرها ولا حتى في السير والمغازي إحصاء دقيق شامل عن الجنائز التي صلى عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين، فكان يصلي على من توفي من الصحابة بالمدينة غالبا، إلا من دفن بعيدا أو لم يبلغ به صلى الله عليه وسلم. من الأسماء التي ثبتت في السنة النبوية ممن صلى عليهم الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه السيد الأوس، فقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك في الصحاح وغيرها. كذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول المنافق رأس المنافقين، هذا المجرم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يرحمه، ثم نزل في القرآن: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنافقين. من الذين صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد النجاشي أصحم بن أبجر رضي الله عنه وارضاه ملك الحبشة، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، حيث جمع الصحابة وقال: إن أخاكم قد توفي وجاءني نعيه فعليكم أن تصلوا، فصفهم صفوفا صلى الله عليه وسلم، أعتقد من صفين إلى 3 صفوف، ثم صلى صلاة الغائب. وبعد ذلك أخذ العلماء الصلاة على العظماء وعلى الملوك صلاة الغائب، فأصبحوا يصلون على موتاهم من أهل الفضل والخير والقادة. ويقال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن رواحة وزيد بن ثابت وجعفر بن أبي طالب، القادة الذين ماتوا أو قتلوا في غزوة مؤتة، وهذا اجتهاد من بعض الصحابة رضوان الله على بعض العلماء، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب صلاة الغائب، ولم يثبت ذلك، ولكنهم اجتهدوا وقالوا ما دام قد ذكرهم النبي عليه السلام فالمتوقع أنه صلى عليهم. كذلك صلى الله عليه وسلم على سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه من المهاجرين، وصلى أيضا على فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كذلك صلى بأبي هو وأمي على عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أول من دفن في البقيع من المهاجرين. كذلك صلى عليه الصلاة والسلام على المهاجرين والأنصار عامة ممن توفوا في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يكن على أحدهم دين، وبعد أن فتح الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يصلي حتى من كان عليه دين فيسد دينه من بيت المال للمسلمين. إذن معظم الذين حقيقة صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كثر، ولكن هذه هي بعض الإحصاءات أو بعض أسماء الصحابة الذين ورد ذكرهم في من صلى عليهم. كذلك ممن صلى عليهم أيضا تلك المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، فسأل عنها عليه السلام فقالوا توفيت ودفناها ليلا، فقال هلا آذنتموني، فذهب إلى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أدعية ثبتت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم للصلاة على الميت، يحسن بنا هنا أن نذكر بعض الألفاظ التي وردت، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. الله الله، نتمنينا أن يصلي علينا النبي عليه السلام بهذه الدعوات الطيبات. الصحابي الذي نقل هذا قال: تمنيت أن أكون مكانه، مكان الصحابي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدعاء للمؤمنين والمؤمنات مع الميت،
ورد عنه عليه الصلاة والسلام أيضا فيما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم أيضا يتم ذكر ذاك الدعاء الأول الذي ذكرناه. أما الدعاء للطفل فقد ورد بروايتين، ما رواه الإمام البخاري قال اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا أو فرطا وسلفا وأجرا، وكذلك جاء أيضا فيما رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى رحمة الله على الجميع، اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم اجعله فرطا أو فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. أما المرأة فقد جاء في الدعاء لها أيضا اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها مثل الأدعية السابقة، فيحول المخاطب من الذكر إلى الأنثى. هذا مجمل ما ورد عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الجنائز، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحترم الجنائز حتى لو كانت لغير المسلمين، ويقول ليست هي روح خلقها الله عز وجل. إخواني وأخواتي، نسأل الله تعالى أن يحسن لنا الختام، هذا أمر لا بد منه ولا بد لنا أن نموت وأن نلقى ربنا سبحانه وتعالى، لذلك نسأله أن يرحمنا عند الموت، وأن يبعث لنا ملائكة الرحمة تقبض أرواحنا، وأن يبشرنا بروح وريحان ورب غير غضبان حينما نلقاه، كما نرجو منه أن يجمعنا بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثابتين غير مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.